السلام عليكم. انا خالد حلقه النهارده بعنوان افضل 10 مسلسلات مصريه نزلت على المنصات الجزء الثاني. وطبعا جمله اللي جواها كل حلقه: الفيلم اللي يعجبك ممكن ما يعجبنيش، المسلسل اللي يعجبني ممكن ما يعجبكش، العكس صحيح، الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. ونروح للمركز العاشر. المسلسل الرائع مسلسل وش وظهر، وقصته ببساطه بتدور في اطار من الدراما. بعد ما بيسرق جمال فلوس من الشركه بيسافر في منطقه ويبدا العمل فيها على اساس ان هو طبيب، ولكن الممرضه اللي بتشتغل معاه هي كمان برضه بتخبي سر مهم. حقيقي فعلا من افضل المسلسلات اللي ممكن تشوفها. مسلسل ممتع بمعنى الكلمه، غالبا 10 حلقات بس حرفيا عظمه. مفيش ملل، قصه جميله، اداء تمثيلي رائع، فكان لازم موجود معانا في القائمه دي. ونروح للمركز التاسع. التاسع مسلسل البحث عن علا، وقصته ببساطه بتدور حول رحله الدكتوره علا عبد الصبور. بعد ما انفصلت عن جوزها هشام بتحاول ان هي تستمر في الحياه واكتشاف نفسها، بتحاول البحث عن الحب بجانب المسؤوليات اللي عليها بسبب الاسره. من اجمل المسلسلات اللي شفتها، مسلسل ممتع بمعنى الكلمه، قصه بسيطه تقدمي بشكل حلو باداء مميز. ده ببساطه مسلسل البحث عن علا، فحقيقي مسلسل جميل ومن اجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفها. ونروح للمركز الثامن. مسلسل على باب العمارة، من أجمل المسلسلات الكوميدية اللي نزلت الفترة الأخيرة. على مستوى الكوميديا، على مستوى الأداء، 10/10 صراحة. وقصته بتدور حول شخصية عوض أبو حامد، الشخص اللي موجود في الصعيد ومن ضمن أغنى الناس في الصعيد، ولكن بيحصل موقف ما بيخليه يضطر إن هو يروح القاهرة ويشتغل هناك بواب. ومع الوقت بيبقى مش مجرد بواب هناك، بيتغير، بيحصل حاجات كتير بتخليه يتحول من مجرد بواب لبطل. أداء تمثيلي جميل، قصة جميلة، كوميديا حلوة جدا ومش مبتذلة. عايز تتفرج على حاجه ممتعه ومسليه وكوميديا رائعه، اتفرج على باب العماره، من افضل المسلسلات اللي شفتها صراحه. ونروح للمركز السابع. مسلسل بطن الحوت، وقصته بتدور حول شخصيه هلال اللي بيشتغل في تجاره المخدرات، وبيحاول ان هو يجر اخوه المتدين ضيا، ولكن اخوه بيرفض. رجع اخوه يوافق لما بيلاقي نفسه مضطر ان هو يشتغل بعد ما هلال اتحبس، وبيلاقي نفسه لازم انه يكمل في الشغل دوه، ولازم انه يراعي مسؤوليه العيله. المسلسل اللي حرفيا لولا النص التاني كان هيبقى من اجمل المسلسلات اللي شفتها في حياتي. بس برضه اللي اتقدم حلو، اللي بالنسبه لي اللي اتقدم، لا المسلسل كويس جدا ويستحق المشاهده. فحقيقي اداء تمثيل رائع، تصوير ولا اجمل، قصه كويسه جدا. ونروح للمركز السادس. مسلسل بيمبو، من اجمل اعمال عمرو سلامه صراحه. مسلسل ممتع بمعنى الكلمه، اداء تمثيلي كويس جدا. قصته بتدور ببساطه على شخصيه بيمبو اللي بيبيع المخدرات عشان خاطر يجمع المال بعد ما فلوسه اتسرقت في حادثه، ولكنه بيتحول لمحقق مبتدئ لما بيبدا البحث وراء جريمه قتل وخطف. مسلسل جميل وممتع، من اجمل المسلسلات اللي شفتها ومن اجمل المسلسلات اللي نزلت على المنصات بدون نقاش. ونروح للمركز الخامس. الله عن جمال، انصاف مجانين، من اجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفها. قصته بتدور حول شخصيه انس اللي بيخضع لعمليه زراعه قلب، ولكن بعد ما بتتم العمليه بيكتشف ان هو يقدر يتواصل مع صاحب القلب دوت. البلدي هو شخصيه في كذا كاركتر جوه دماغه بيدور بينهم نقاش، بس بطريقه مش طبيعيه، مش زي اي بني ادم لما يقعد يفكر مع نفسه او يحس ان في شخص ما في دماغه بيتبادل مع النقاش. لا، ده في كذا شخص يسيطر عليه، يحاول يوقفهم باي طريقه مش عارف. بعد ما بيعمل زراعه القلب من شخص ما بيلاقي ان الشخص دوت بيقدر ان هو يسمعه ويتواصل معاه. عظمه على عظمه، من اجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفها في حياتك. مسلسل ممتع وعظيم، قصه قدم بشكل كويس، الاداء التمثيلي كان رائع، فكان لازم يبقى موجود معانا. نروح للمركز الرابع. مسلسل الثمانية، من أجمل المسلسلات اللي عملها آسر ياسين، ومن أحلى أدواره، من أفضل المسلسلات اللي كان فيها أكشن. ببساطة واحدة من المنظمات بتحاول تقتل واحد من الأعضاء بتاعها ولكن بتفشل، فبيبدأ هو في رحلة الانتقام منهم. مسلسل جميل مسلي، غالبا 10 حلقات على ما أعتقد، ما فيهمش بطء في الريتم، ما فيهمش قصة وحشة، ما فيهمش أداء تمثيلي من حد وحش، كل حاجة حلوة في المسلسل ده حرفيا بدون مبالغة. من أجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفها، فكان لازم يبقى موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز الثالث. المسلسل العالمي والرائع وافضل مسلسل كوميدي نزل في اخر سنتين ثلاثه، وهو مسلسل بالطو. قصته بتدور حول شخصيه عاطف، الطبيب اللي لسه متخرج وبيروح لاحدى القرى عشان خاطر يشتغل هناك، وبيجد نفسه بسبب موقف ما هو صاحب الوحده الصحيه كلها وهو المدير، وبيلاقي ان هو عليه مسؤوليه هو مش قدها خالص. من افضل المسلسلات الكوميديه اللي ممكن تشوفها، ومن احلى الاداءات ومن احلى القصص والتصوير والاخراج والموسيقى. فعلا مسلسل جميل جدا وممتع بمعنى الكلمه، يستحق ان هو موجود في المرتبه دي صراحه. ونروح للمركز الثاني. مسلسل البيت بيتي، واللي قصته بتدور في اطار من الكوميديا والرعب عن شخصيه بينو اللي بيرجع عشان خاطر يشوف ورث ابوه، وبيكتشف ان الورث ده هيخليه يخوض مغامره مرعبه. قصه جميله بأداء جميل وتصوير حلو
وكوميديا رائعة ومن الأفضل المسلسلات الكوميدية، وبرعب كوميدي كويس جدا. ببساطة البيت بيتي من أجمل المسلسلات اللي شفتها، فحقيقي فعلا مسلسل عظيم، لو ما شفتوش فايتك عظمة بمعنى الكلمة. ونروح للمركز الأول، أجمل مسلسل نزل على المنصات شفته، ولولا إن أنا عملت الحلقة الأولانية بتاعت الجزء الأول من فترة، لو كنت اتفرجت عليه قبل ما أعمل الحلقة كان هيخش القايمة بدون نقاش، وكان ممكن يخش التوب فايف كمان. مسلسل حدث بالفعل من أجمل المسلسلات اللي نزلت في 2023، إن لم يكن أجمل واحد فيهم أصلا. وقصته بتدور حول المرضى النفسيين ومدى تأثيرهم على الناس اللي حواليهم، وإن ممكن يكون في ناس مريضة نفسية حوالينا وإحنا مش عارفين، وده تأثيرهم هيكون علينا عامل إزاي. ببساطة المسلسل مكون من 15 حلقة وخمس قصص، يعني بيعرض قصة كل 3 حلقات وبتنتهي القصة يخش في قصة تانية مختلفة خالص ولكن نفس الفكرة. 5 قصص، أنا على ثقة إن وأنت بتتفرج بعد انتهاء كل قصة هتعمل كده اهو. ده حصل على أرض الواقع. أيوة يا جماعة، المسلسل مأخوذ من أحداث حقيقية. إلى الآن مش قادر أستوعب. ال5 قصص كويسين، منهم 3 قصص أو قصتين توب فعلا، من الأفضل، ممكن من أجمل حاجات ممكن تشوفها في حياتك كعمل مصري عظيم بمعنى الكلمة. وال5 قصص في كل قصة بتنتهي بقف عند نفس النقطة. ده حصل فعلا، وأقعد فترة كده بحاول أستوعب. حاجة جميلة وعظيمة. عوضة خالد عبد الرازق بأداء ولا أروع. أجمل أداء لماجد المصري، من أجمل الأدوار اللي عملها كريم فهمي. حقيقي فعلا مسلسل عظيم يستحق المرتبة دي عن جدارة. وسؤال الحلقة: إيه أجمل مسلسل في ال10 المسلسلات اللي أنا قلتهم بالنسبة لك؟ وإيه بس كده. العباد حدش لايك والاشتراك، وسلام.